أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ننطلقوا على بركة الله في سلسلة وصفات رمضانية. وأول وصفة حبيت نبدأ بيها هي طريقة تحضير أوراق الملصوقة للبريك اللي نستحقها ياسر في رمضان إن شاء الله. سبقت وشاركت معكم طريقتي، أما حبيت نعاودها لكم بالصوت مع أكثر تفاصيل وطرق الاحتفاظ بها في الفريجيدير من غير ما نستحق نكنجلوها. والنتيجة ما شاء الله أوراق ملصوقة خفيفة وطرية، ويجيكم بريك يتقرمش يعمل الكيف. الطريقة سهلة، تابعوها معايا في الفيديو. خليت لكم المقادير وطريقة التحضير مكتوبين في صندوق الوصف تحت الفيديو. نبدأ في تحضير العجينة ونكيلو المكونات متاعنا الكل بنفس الكاس. حطيت صفية في صحفة وصبيت كاس سميد أرطب وكاس فارينة، حبيت نغربلهم باش تسهل عليا من بعد في التخليط. نضيف رشة ملح ومغرفة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتونة، وآخر حاجة زدت سوس كيسان ماء دافين. نخلط المكونات الكل لين يتحل السميد والفارينة في الماء ويصير عنا خليط متجانس وأرطب. نجمو نخلطو باليد ولا بخلاط إلكتروني اللي متوفر عندكم. هكا يكون قوام العجينة، ما تكونش خاطرة برشا وما تكونش جارية. خليت الخليط على جنب يرتاح شوية 15 دقيقة تقريبا، لين أنا حضرت الحاجات اللي باش نستعملهم في التطييب. حبيت المرة هذه نشارك معكم زوز طرق للاحتفاظ بأوراق الملصوقة كيف نطيبوهم. أول طريقة هي أوراق الطهي بابي كويسون. خذيت ورقة وطويتها على 4 على حسب كبر المقل اللي أنا باش نستعملها، والطريقة هي ما بين كل ورقتين ملصوقة نحط ورق الطهي، هكاك نضمنوا اللي هما ما يلصقوش في بعضهم ويسهل علينا طريقة الاحتفاظ بهم. والطريقة الثانية هي إن نرشو شوية سميد أرطب ما بين أوراق الملصوقة، وأهم حاجة يبدأ بحذانا الصحن اللي باش نحطو فيه أوراق الملصوقة ومنديلة باش ما يشوحولناش ويقعدوا طريين. نبداو في تطيب الملصوقة. خديت مقلة تيفال غير لاصقة وحطيتها على نار هادية على الآخر. نجمو تستعملوا زادة طريقة البخار، تحطوا المقلة على طنجرة فيها ماء يغلي، أما الحق بالنسبة لي أنا على نار هادية أسهل. ناخذ فوشة وندهن خليط العجينة على المقلة بطريقة دائرية كما تراو. ردوا بالكم النار ما تكونش قوية برشا باش ما تجيناش الورقة يابسة، وحاولوا ما تخشنوش الورقة برشا باش ما تجيكمش معجنة. إذا فما فراغات ولا نقب نرجعوا ندهنوهم بالعجينة. دوبا تحسوا الورقة بدات تشيح نخرجوها من المقلة ونستعملوا الطرق اللي قلت لكم عليها. إما نحطوا بين كل ورقتين ملصوقة ورق طهي، ولا نرشوا شوية سميد أرطب بيناتهم، والأهم نغطيوهم بالمنديلة باش يقعدوا طريين. نكملوا بنفس الطريقة لين نكملوا الخليط متاعنا الكل.
أوراق الملصوقة حضروا جاو ما شاء الله طريين يعملوا الكيف، مش يابسين ومش مقطعين. وحبيتها برشا فكرة أوراق الطهي، حسيتها تسهل علينا سيباراسيون بين أوراق الملصوقة والاحتفاظ بهم في الفريجيدير، ورانا ما نستحقوش نكنجلوهم. نقسموا الكمية على حسب الاستعمال، مثلا كل 6 كعبات ملصوقة مع بعضهم، طويتهم على 2 وحطيتهم في ساشي أليمونتير، خرجت منها الهواء وسكرتها، وتنجموا زادة تلفون في بابي سيلوفان. بنفس الطريقة نحتفظ بأوراق الملصوقة اللي رشيت بيناتهم شوية سميد أرطب، قسمت الكمية وطويتهم على 2، كمية حطيتها في ساشي أليمونتير خرجت منها الهواء وسكرتها، والكمية الأخرى حبيت نوريكم كيف نحتفظوا بيها باستعمال بابي سيلوفان. وعلى السريع حبيت نشارك معكم فكرة للحشو ونوريكم البريك كيفاه جاي. للحشو استعملت كعبة بطاطا صغيرة طيبتها ورفستها، مغرفة كبيرة جوتا، تن، جبن مرحي أي نوع، معدنوس مقصوص ومذبل، ملح وفلفل أكحل، وخلطت المكونات الكل. بالنسبة للبريك عملته بالعظمة بطريقتين، أوراق طويت الأطراف متاعهم على 4، وأوراق خليتهم مدورين. نحط الحشو على الأطراف والعظمة في الوسط ونقليها في زيت سخون. ردوا بالنا الزيت ما لازمش يكون بارد، لازم يكون سخون بالباهي باش ما تجيناش البريكة مرخوفة ومعبية بالزيت. نقليو البريكة متاعنا من الجهتين لين تحمار، ومن بعد نسقطروها من الزيت الزايد. بريكنا ما شاء الله حضر جاي مرتوب ويتقرمش، نودكم ومنشهيكم. إن شاء الله وصفتنا اليوم تكون عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها. خليوا لي رايكم أو اقتراحاتكم في تعليق، وإن شاء الله نتقابلوا بإذن الله في الوصفة القادمة. بسلامة.